تعالى النهاردة أقولك على أنجح كيكة شوكولاتة ممكن تحضريها. نعمل معاها كمان صوص الشوكولاتة الاقتصادي أطعم مليون مرة من الجاتو. لما تجربي الوصفة هتعتمديها من كتر جمالها. فلايك وشير لو عجبكم الفيديو. صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وتعالوا نسمي بسم الله ونبدأ في الوصفة بتاعتنا عشان نعمل وصفتنا للنهاردة وتطلع بالجمال والحلاوة اللي انتوا شايفينها دي. أول حاجة عندي هنا في طبق كوباية ونص من الدقيق. هبدأ أنزل عليهم بنص كوباية من الكاكاو الخام، وهنزل عليهم بمعلقتين كبار من الفول السوداني المحمص. طبعا فول سوداني جرشاه بالطريقة دي ودول اختياري في الوصفة. هننزل كمان بكيس من الكيك شيف، وهبدأ أقلب المواد الجافة مع بعضيها كويس قوي. بعد كده هبدأ أركنهم على جنب. وعندي هنا صينية مقاس 34، يعني صينية كبيرة ما هياش صغيرة. دهناها دهنة زيت. ممكن تعمليها في صينية مقاس 18 أو صينية مقاس 24، بتختلف بس في ارتفاع الكيك. هبدأ أركن كمان الصينية على جنب. هنيجي في شفشق الخلاط هنزل ب2 بيضة، هننزل بكوباية من السكر، 2 كيس من الفانيليا، هننزل عليهم بنص كوباية من الزيت. والمكونات دول هبدأ أضربهم كويس أوي لحد لما السكر بيدوب معايا تماما والمكونات بيبقى لونها فاتح بالطريقة دي. في المرحلة دي هنبدأ ننزل عليهم بقى بكوباية من الحليب، هي كوباية واحدة بتثبتيها في جميع المقادير. ضربتهم كويس قوي مع بعضيهم، وبعد كده هبدأ أنزل بالسوائل بتاعتنا على الكاكاو والدقيق والبيكنج باودر بالطريقة دي، وهبدأ أضربهم كويس قوي لحد لما يديني خليط كيك انسيابي وناعم. شايفين الوصفة قد ايه سهلة جدا وما بتاخدش وقت خالص. طبعا هنبدأ ننزل بخليط الكيك بتاعنا في الصينية بالطريقة دي، وهبدأ اخبط كده الصينية بتاعتنا تخبطتين. ودلوقتي طبعا الفرن شغال على اعلى درجة حرارة سخنة جدا. بدخلها على الرف الوسطاني وهدي النار. بتاخد معايا من 20 ل25 دقيقة تسوية. طبعا هنا عندي شوكولاتة خام بشراها بالطريقة دي، هبدأ انزل بيها على الوش. والخطوة دي اختياري في الوصفة، لو حابة تنزليها نزليها. على بال ما الكيك معانا يستوي هنعمل صوص الشوكولاتة. عندي كوباية من السكر، كوباية من الحليب، نص كوباية من الكاكاو. هننزل كمان بكيس من الفانيليا بيديلها ريحة حلوة، ودول هبدأ أضربهم كويس قوي لحد لما السكر بيدوب معايا تماما والمكونات بتتجانس مع بعضيها. في المرحلة دي هبدأ أنزل عليهم ب2 مكعب من الشوكولاتة، وده اختياري طبعا زي ما قلت لكم في الوصفة. شوكولاتة خام سيحتها بالطريقة دي. هبدأ أنزل بيهم، وهننزل هنا بنص كوباية من الزيت تدريجي على الخليط، لأن الزيت بيبدأ يتقل معاك الخليط. فالسمك اللي انت محتاجاه بتبدأي تنزلي الزيت وتوقفي على طول لما بتلاقي الخليط كده قوامه مظبوط معاكي. طبعا ضربتهم في الخلاط وبدأت انزل بالزيت تدريجي بالطريقة دي. لما نزلنا بنص كوباية الزيت قوام الشوكولاتة معايا تقيل جدا. طب عايزة اخففه هتعملي ايه؟ هتزودي حليب، يعني ممكن تزودي نص كوباية من الحليب عشان يديكي القوام المظبوط. شايفين دي كمان لما بتدخل التلاجة بالطريقة دي والقوام ده بتتقل جدا. ممكن تحطيها في علبة وتحطيها في التلاجة تستخدميها وقت ما تحبي. ده صوص شوكولاتة اقتصادي طعمه حلو قوي. طبعا انا رجعتها الخلاط وزودتها نص كوباية كمان من الحليب، ضربتهم كويس قوي. هنا الكيكة كانت استوت معايا، وزي ما قلت لكم اخدت بالظبط 25 دقيقة تسوية في الفرن. طبعا ما شغلتش الشواية، انا حطيتها على الرف الوسطاني وشغلت عليها بس من تحت، النار عليها وسط. اول ما بتطلع معايا وهي سخنة ببدأ اقطعها، وبعد كده ببدأ انزل عليها بصوص الشوكولاتة. شايفين لما زودناه نص كوباية من الحليب بقى قوامه مظبوط معايا ازاي. ببدأ كده انزل بصوص الشوكولاتة. طبعا هي ايه التقطيعة بتاعتها بتبدأ تتشرب بقى صوص الشوكولاتة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. طبعا هنا هنبدأ نزينها عشان نكسر اللون، فزينتها بفول سوداني مجروش.
وبعد كده تعالوا نطلع منها حتة وشوفوا الجمال والحلاوة. طعمها حلو قوي، جميلة جدا، لما تجربوا الوصفة بجد هتعتمدوها. هشة خفيفة جدا، مقاديرها مظبوطة. شايفين الجمال؟ رهيبة يا جماعة. بما انها سخنة طبعا ونزلنا عليها بصوص الشوكولاتة فتشربيته على طول. بصوا الجمال، ده جاتوه شاتوه بالشوكولاتة، طعمه حلو قوي، اوفر مليون مرة من الجاتوهات اللي بتشتروها من برا. هشة خفيفة جدا، شايفين قد ايه خفيفة جدا، وطعمها حلو قوي، مقاديرها مظبوطة. فاتمنى بجد تجربوها. شايفين الكيك معايا عامل ازاي؟ اتمنى بجد تجربوا وصفة النهاردة وتقولولي على رأيكم فيها. فلايك وشير لو عجبكم الفيديو. صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. واستنوني في وصفات جاية كتير بإذن الله، كلها وصفات سهلة وسريعة اقتصادية ومغذية، اوفر بكتير من اللي بتشتريها من برا. اشوفكم على خير في وصفة جديدة.